السلام عليكم التلاميذ الكرام، التلميذات الكريمات، المتابعين الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نكملوا ان شاء الله تعالى الحلقات ديال الدروس ديالنا اللي بديناها كنشرحوا الدروس ديال التربيه الاسلاميه بالنسبه للتلاميذ والتلميذات اللي عندهم الجهوي. نتمنى لهم التوفيق والسداد ان شاء الله تعالى. الدرس الثاني اللي عندنا اليوم باختصار باش ما نطولوش الكلام، الدرس الثاني اللي عندنا ان شاء الله تعالى هو الدرس ديال فتح مكه وصلح الحديبيه. هذا الدرس اشنو اللي مطلوب منك تعرفه في الامتحان؟ مطلوب منك الله يرضي عليك تعرف لي ثلاثه ديال الامور. الامر الاول تعرف لي السياق ديال صلح الحديبيه والنتائج ديالو. الامر الثاني تعرف لي الدواعي ديال فتح مكه والنتائج ديالو. والامر الثالث تعرف لي واحد الموضوع اللي كيبين ان من الاسباب اللي خلات الاسلام انتشر هو الحريه والسلام والوفاء بالعهود. يعني المسلمين فين ما كانوا وفين ما غادي يكونوا خاصهم ضروري يكون فيهم هذه الاوصاف: الحريه والسلام والوفاء بالعهود، حيث هذو الثلاثه هما اللي كيساهموا وهما اللي ساهموا في انتشار الاسلام. نبداو على بركه الله. المحور الاول صلح الحديبيه. السياق ديالو باختصار غنعرفوا فين كان والوقت فين كان والسبب علاش كان. شنو هو السبب ديالو وشنو البلاصه فين كان وشنو هو الوقت فين كان. نبداو بالسبب. السبب باختصار هو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا في المنام، وكما كنعرفوا كاملين ان رؤيا الانبياء وحي. ما الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف في المنام انه هو والاصحاب ديالو يطوفون بالبيت محلقين ومقصرين، يعني حلم بانه مشى للمسجد الحرام وتيدير الطواف ديالو وبانه حلق الشعر ديالو هو والاصحاب ديالو. هذه الرؤيا قصها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه وقال لهم ان شاء الله تعالى غادي نمشيو نحققوها. اذا هذا هو السبب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكه، يخرج من المدينه الى مكه المكرمه. شنو هو؟ هو انه بغى يحقق هذه الرؤيا، وهي السبب اللي نتج عليها صلح الحديبيه. إن هذا السبب. المكان هو واحد المكان سميته الحديبيه قرب مكه، مكان بلاصه سميتها الحديبيه قرب مكه. الزمان واضح، هو انه كان في السنه السادسه للهجره، السنه السادسه للهجره، وكان في شهر ذي القعده. اذا دابا عرفنا المكان هو الحديبيه، وعرفنا السبب هو الرؤيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف في المنام، وعرفنا الزمن هو السنة السادسة للهجرة في شهر ذي القعدة. طيب شنو هذا الصلح وشنو نتج عليه؟ الصلح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هو وكفار قريش وداروا واحد الصلح وواحد المعاهدة فيها بزاف ديال البنود. من البنود اللي فيها أنهم يوقفوا الحرب 10 سنوات، من البنود اللي فيها أنهم ما يدخلوش للمسجد هذا العام حتى العام الجاي، من البنود اللي فيها أن اللي بغى يدخل مع الحلف ديال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، واللي بغى يدخل مع الحلف ديال قريش يدخل. فيها بزاف ديال البنود. ماشي مهم من عندك البنود في الامتحان، ولكن المهم عندك هو النتائج ديال هذه البنود والنتائج ديال هذا الصلح. اسمع معايا النتائج ديال صلح الحديبيه. اول حاجه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مادام وقف الحرب 10 سنوات بينه وبين كفار قريش، هذا الشيء خول ليه انه ينشر الاسلام على خاطره وانه يقوي الدوله على خاطره. هذه هي اول نتيجه. ثاني نتيجه هو ان صلح الحديبيه كان هو السبب الرئيسي في فتح مكه، كما غادي نشوفوا في السبب ديال فتح مكه. من الامور اللي نتجات ايضا على صلح الحديبيه هو انه بزاف ديال الكبراء من كفار قريش سلموا، بحال خالد بن الوليد وبحال عمرو بن العاص. ومن النتائج ايضا ان بزاف ديال القبائل العربيه ولات كتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، بان منهم اللي سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اكبر نتيجه كما قلنا في الاول هو ان صلح الحديبيه كان هو السبب في فتح مكه. ندوزو دابا لفتح مكه. فتح مكه شنو نطلب منك تعرف عليه؟ تعرف فوقاش كان وتعرف السبب ديالو. فوقاش كان فتح مكه؟ سهله، السنه الثامنه للهجره، 20 رمضان، عقل عليها مزيان، 20 رمضان في السنه الثامنه للهجره. شنو هو السبب ديالو؟ اسمع معايا. السبب ديالو تكلمنا على صلح الحديبيه، ومن البنود ديال صلح الحديبيه
كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش اتفق معهم بان الا شي قبيله كانت تابعه ليه ما خاصهمش ياديوها، ما خاصهمش يقيسوها بحال لا ما خاصهمش يقيسوه. اشنو داروا كفار قريش؟ ناضوا وهما يعاونوا واحد القبيله ضد واحد القبيله مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحال داروا ليه الصباع مع القبائل اللي تابعه ليه. طيب ملي داروا هذا المشكل تيكونوا بذلك نقضوا البنود ديال الصلح الحديبيه. ملي داروا هذا المشكل نقضوا الصلح. اذا ما دام نقضوا الصلح بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنده يعني خول ليه هذا الشيء انه يقاتلهم وانه ينقض هذا الصلح اللي بينهم وبينه، وبالتالي الله تعالى يسر ليه باش يكون فتح مكه. اذا عقل مزيان، اذا سولوك على شنو هو السبب ديال فتح مكه راه واضح. السبب ديال فتح مكه هو ان كفار قريش نقضوا بندا من بنود صلح الحديبيه. ما دام انهم نقضوا البنود ديال صلح الحديبيه، ومن اهمها هذاك البند اللي قلنا انهم هجموا على واحد القبيله تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي خول النبي صلى الله عليه وسلم انه يمشي يحاربهم ويمشي يدير الفتح الاعظم اللي هو فتح مكه. الله تعالى يسر له فتح مكه، مشاو مع المقاتلين والمجاهدين والصحابه رضي الله عنهم، وفتحت مكه بدون حرب. كما كتعرفوا الله تعالى فتحها عليه بدون حرب وبدون قتال. شنو هو النتائج ديال فتح مكه اللي هو خاصنا نعرفوه حتى هو؟ النتائج ديال فتح مكه اول حاجه تحطيم الاصنام، كاع هذوك الاصنام اللي كانوا في مكه تحطموا. ثاني حاجه ان بزاف ديال القبائل العربيه ما بقوش كيخافوا من قريش لان قريش صافي انهزمت، وبالتالي جاءوا يدخلوا الاسلام. كما قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من نتائج أيضا ديال صلح الحديبية أن الدولة الإسلامية ولات عندها مكانة عظيمة في الجزيرة العربية، ولات الكلمة ديالها مسموعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة اللي كانت غير قبل كان كل شيء ما باغيهاش، وكان كل شيء تيطالها، وكان كل شيء تيحاربها، وكان كل شيء ضدها. اليوم ولات دولة قوية، ولات عندها المكانة ديالها والمقام ديالها في الجزيرة العربية، وبالتالي هذا الشيء خول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نشر الإسلام في أنحاء العالم. إذا عرفنا شنو هو السياق ديال صلح الحديبية، وعرفنا النتائج ديالو، وعرفنا شنو هو السبب ديال فتح مكة، وعرفنا النتائج ديالو. دابا كنا المحور الأخير اللي ساهل غتعرفوا غير براسك باش تفهموا، لأن قلت لكم المقصود من هذه الدروس ماشي هو تحفظ، لا ما بغيتكش أنا تحفظ، بغيتك تفهم، بغيتك هادشي اللي تنقولو تكون فاهمه في راسك، حيت هذا الفهم ديالك هو اللي غادي يجاوب لك، ماشي داكشي اللي حفظتي. عقل معايا مزيان هذا الكلام تنقول لك، خاصك تفهم هادشي اللي قلت لك. ما عندي غرض بالحفاظه، الا بغيتي تحفظ هادشي راه مكتوب، هادشي راه مكتوب غتمشي تحفظه، ولكن راه الا ما فهمتيش ما غاديش تعرف تجاوب. لذلك ضروري خصك تفهم. اذا المحور الاخير شنو هو؟ خاصك تفهم بان الاسلام شنو السبب اللي خلاه ينتشر؟ الحريه والسلام والوفاء بالعهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ما يدير شي عهد، واخا يكون هذا العهد مع الكفار ما عمرو تينقضوا. وكان الاسلام يدعو دائما الى الحريه والى السلم والى المصالحه، كما كتعرفوا في كثير من المواقف ديال النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها هذا الامر. الى عرفتي لي هذا الشيء في هذا الدرس كن اكيد بان هذا الدرس غيكون عندك ساهل ومفهوم وواضح، وغادي تجاوب كاع الاسئله اللي جاوب، كاع الاسئله اللي جاوب في الامتحان غادي تجاوب عليهم. نتمنى لك التوفيق، نتمنى الله تعالى يوفقك ويفتح القلب ديالك ويسر الامر ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.